السلام عليكم، كيف حالكم؟ طبعا اليوم جيتكم بوصفة آيس كوفي اللي مشهورة هلبا. اليوم راح نوريكم وصفة الآيس كوفي. أول حاجة المكونات اللي محتاجينها هي كابتشينو أي أنواع انتو عايزينها، وعايزين سكر يعني مخلط عادي، سكر عادي مع مخلط نسكافيه، ومحتاجين الحليب والماكينة الضرب والطاسة زايدة باش نخلطوا فيها. طبعا أول حاجة راح نبدو بقى هي الآيس كوفي. أول حاجة راح نصبوا الكابتشينو. طبعا تقدروا انتوا تديروها من غير الكابتشينو، تقدروا تديروا نسكافيه، تقدروا تديروها حتى بالنسكافيه والسكر وتضربوها عادي جدا. مش ضروري من الكابتشينو، مش ضروري منها، فما كان عندكم تقدروا تديروا منها. طبعا اول حاجة هنختار لي بالكراميل وراح نصب في الطاسة هنا. راح نصب الكابتشينو، صبينا ناخدته يكون بالكراميل، وراح نصبه مع شوية حليب هيك يعني دوبك، بس ما تدير مية باش نقدروا كيف نقرطها. وبعدها نبدو نضربه في الوحدة. طبعا مش ضروري حتى بالماكينة، حتى بكشيكو تخرج. طبعا بعد ما خلطتها تقدروا، هي مفروض تكون فيها سكر، بس احنا رح نزيدوا شوية معاها ومن نسكافيه دوب متكتروش. طبعا نخلطه، هتخلطي بالماكينة لعند يصير معاكم بالقوام هذا باش تقدروا انكم انتوا تنحوها. بعدها نجو للطاسة نحطوا فيها تلج. طبعا حطيت هنا تلج. طبعا مش ضروري تكتروا، لو انتوا تبوا تكتروا تقدروا، بس انا حبيت ندير شوية مع الحليب راح يدوب. فبعدها راح اللي ضربناها راح نحطها هنا، راح نصبها اللي عملناها. طبعا بعد ما تصبوها راح نصبوا الحليب، نجيبوا الحليب ونصبوه. طبعا ماذا بيكم الحليب ما يكونش سخون ولا تسخنوا، تحطوه على طول. هي الايس كوفي فكرتها ان هي تكون مسقعة، وهيك تكون جهزت معنا الايس كوفي. لازم تحطوا معاه مصاصة باش تقدروا كيف تشربوا. وهذا هو كان قوام الايس كوفي بتاعتنا. يلا باي باي، مع السلامة. وهنا ما أحلى الآيس كوفي على البحر، شو رايكم؟ جد تهبل، ننصحكم تجربوها بصراحة تهبل. يلا باي باي.